الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي السيرة النبوية ذكر ما كان من رحيل عمرو بن عامر عن اليمن، فيما ذكره أبو زيد الأنصاري قال: إن عمرو بن عامر رأى يوما جردا يحفر في أصل سد مأرب، وهو السد الذي كانوا يحبسون الماء وراءه لسقيا زروعهم وبساتينهم. فعلم عمرو أن ذلك لن يستقيم طويلا، وأن انهيار السد وشيك، فأراد أن يرحل عن اليمن خشية مما سيحدث بعد، مما استدل عليه بإقبال هذا الجرد وهو الفأر الكبير على الحفر في أصل السد، وكان سدا ترابيا فكاد قومه. وأمر أصغر ولده إذا أغلظ له القول ولطمه أن يقوم إليه فيلطمه، وفعل ولده ما أمره به أبوه. فقال عمرو: والله لا أبقى في بلد لطمني على وجهي فيه أصغر ولدي. وعرض أمواله أي للبيع. فقال أشراف اليمن: انتهزوا غضبة عمرو، فاشتروا أمواله، وتحول عن اليمن بولده وولد ولده. فقالت الأزد: والله لا نبقى في اليمن بعد رحيل عمرو. فباعوا أموالهم وخرجوا معه، فاجتازوا بعك، وكانوا يجتازون البلدان، فحاربتهم عك، فكانت الحرب بينهم سجالا، يدال لهم ويدال عليهم. ثم تفرقوا في البلاد، وأنزل الله تبارك وتعالى بعد على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. وفي بعض تفسير اللغويين لكلمة العرم أنه السيل الذي لا يطاق. فإذا كان عمرو بن عامر قد استدل على انهيار سد مأرب وغرق سبأ وخراب بلادهم وفناء ذروعهم بحفر جرد واحد في أصل السد، فكيف بآلاف الجرذان التي ترتع في الإدارات والمديريات والوزارات والمؤسسات والهيئات، لا يعنيها أمن البلد ولا تلتفت إلى مستقبله، وإنما تحرص على الحزبيات البغيضة والانتماءات الوضيعة
والمصالح الشخصية الدنيئة الرديئة. فكيف بآلاف الجبان في أمثال هذه الأماكن من الإخوانيين والقطبيين والتكفيريين والليبراليين والعلمانيين وأصحاب المصالح الضيقة وأصحاب الرؤى القريبة، من كل مجرم مرتش ومن كل منحرف فاسق. فإذا كان ذلك كذلك فكيف يكون الشأن وإلى أين المصير؟ وإذا كان عمرو بن عامر قد احتال على قومه حتى خرج، فأين يمضي هارب من هذه الأمور كلها؟ وإلى أين يسير؟ وكيف يخلف بلده ويترك وطنه لما يسوءه ويسوء أهله وقومه ومواطنيه من أمثال هذه المصائر التي يجعل الله تبارك وتعالى من استجلاب أسبابها أمثال هذه الممارسات الوضيعة من أقوام لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يعلمون أنهم جميعا في سفينة واحدة وفي مركب واحد، وأن هذا المركب إذا ما غرق فسوف يغرق الجميع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه البخاري في صحيحه: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا فنسقي من غير أن نؤذي من فوقنا. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلو أنهم أخذوا على أيديهم نجوا جميعا، وإذا تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. إن رعاية المصالح العليا للأمة من أوجب الواجبات وأفرض الفرائض، والمصلحة هي تحقيق مطالب الشرع، والشرع إنما يحقق للناس مطالبهم فيما يتعلق بالدين وما يتعلق بالنفس وما يتعلق بالعقل وما يتعلق بالنسل وما يتعلق بالمال، وهي الضروريات الخمس التي لأجلها شرع الله الشرائع وأنزل الله تبارك وتعالى الكتب ليحفظ على الناس دينهم أول شيء من تحقيق توحيد الرب جل وعلا في الأرض بإخلاص العبادة لدينه الكريم ووجهه العظيم. وذلك لا يكون إلا بهذا النظر السديد القويم في معرفة دين الإسلام العظيم كما جاء به نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن رعاية المصالح العليا، والمصالح كما هو معلوم عليا ووسطى ومصالح شخصية، المصالح العليا إنما هي في النهاية راجعة إلى الأمة في وجودها وفي استمرارها وفي ظفرها وفي تحقق هيبتها وفي استقرارها وقيامها على دعائمها التي لا تهتز ولا تتقوض. وأما المصالح الوسطى فهي ما يتعلق بعامة الناس وبعموم الأفراد. وأما المصالح الشخصية فإنها لا قيمة لها بالنظر إلى المصالح الوسطى، فكيف بالنظر إلى المصلحة العليا للأمة؟ إن المصلحة العليا للأمة إنما تتحقق بما يتحقق به نفي الفساد في الأرض، ونفي الفساد في الأرض بتحقيق التوحيد. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فلا يتحقق الصلاح في الأرض ولا ينتفي الفساد منها إلا بتحقيق التوحيد فيها الذي لأجله خلق الله تبارك وتعالى الخلق. فأول ما ينبغي أن يراعى من المصالح العليا هو تحقيق دين الله رب العالمين، فبه تتحقق المصلحة وبه تنتفي المفسدة.
ثم بعد ذلك يكون ما يرجع إلى الدين في أصله بطريق مباشر وبطريق غير مباشر. ومما يتعلق بذلك ما يرجع إلى المصالح العليا الدنيوية من تحقيق العدل في الأرض ونفي الظلم والجور منها، وما يتعلق بضبط الفتوى ونزاهة القضاء، وما يتعلق بإقامة أمور الناس على السوية من غير ما عدل ولا حيود عن صراط الله تبارك وتعالى المستقيم. إن الله جل وعلا خلق الخلق لغاية، وبين الله رب العالمين ذلك في كتابه الذي أنزله، ونطق به رسوله الذي أرسله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأقام الحجة ونفى العذر وقطعه، فلم يعد للناس حجة على الله تبارك وتعالى بعد الرسل. وإن الكتاب المبين قد بين فيه رب العالمين ما لو أخذ به الناس لسعدوا في الدنيا وأفلحوا في الآخرة. بل إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى نظر إلى سورة من الصور القصار من قصار المفصل وقال: أما إن الناس لو أخذوا بهذه السورة لكفتهم، وهي سورة العصر، وفيها نظر إلى ما ينبغي أن يراعى من هذه المصالح العظيمة، وما ينبغي من الأخذ بالأولويات التي يسلم بعضها إلى بعض، لأنها هكذا مترابطة متلاحمة لا تنفك، وإنما هي مترابطة متآزرة. يقول الله جل وعلا: والعصر، فيقسم الله رب العالمين بالزمان الذي هو محل وقوع الحوادث من الخير والشر، يقسم على أمر عظيم: إن الإنسان لفي خسر. فأتى الله رب العالمين بمؤكدات بإن وبالجملة الإسمية التي دخلت عليها هذه المؤكدة، وباللام: إن الإنسان لفي خسر. فأقسم الله جل وعلا بالعصر أن جنس الإنسان في خسران، إلا ما استثناه الرحيم الرحمن، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبين الله تبارك وتعالى ثلاثة أمور، ثم هذه إذا ما أتي بها على النحو المنشود جاء الأمر الرابع، وهو آت لا محالة لكل من حقق هذه الأمور الثلاثة، وهي العلم والعمل والدعوة إلى الله جل وعلا. فيأتي الإيذاء بعد ذلك، لأن الناس إذا ما نازعهم من نازعهم آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر في شهواتهم وفي نزواتهم وفي رغباتهم، ليكونوا قائمين على السوية بعيدين عن الاعوجاج عن الصراط المستقيم، من أتى ينازعهم في رغباتهم وشهواتهم ليضبطها بقال الله قال رسوله آذوه لا محالة. ودونك الأنبياء والمرسلين، وتأمل في الإيذاء الذي وقع عليه. لأجل ماذا؟ لأنهم يقولون ربي الله، ويدعون الناس إلى الخير والهدى والصراط المستقيم. فما ذنبهم؟ كلفهم الله رب العالمين بإقامة العدل في الأرض ونفي الجور والظلم وتحقيق التوحيد، وهي الغاية المنشودة من خلق الخلق في هذا الكون. فما ذنبهم؟ أدوا ما عليهم، ولكنهم يأمرون الناس بالمعروف وينهونهم عن المنكر، والناس لا يحبون هذا. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فلما أمر لقمان ولده بإقام الصلاة وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، يعلم يقينا وحتما أنه إذا أمر ونهى فلا بد أن يؤذى، فأمره بالصبر على ما يصله من أذى الناس. فهذه 4 مسائل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها وأن يحققها، فإن فيها النجاح والفلاح: العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. العلم وهو معرفة الله جل وعلا ومعرفة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم
ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، فنثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله من الأسماء والصفات، من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، لنعرف ربنا كما عرفنا بنفسه بأسمائه وصفاته. لأن الله تبارك وتعالى بين لنا أنه خلق 7 سماوات وجعل من الأرض مثلهن عددا لا صفة ولا قدرا، وجعل الأمر الشرعي والأمر الكوني متنزلين بين السماء والأرض لغاية بينها الله رب العالمين، فقال جل وعلا: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا هذا الخلق كله وهذا الأمر كله، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فبين الله تبارك وتعالى أن ذلك جميعا لتعرفوا ربكم بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، لأن الناس أعداء ما جهلوا. وكيف تعبد ربا لا تعرف صفاته؟ كيف تعبد ربا لا تعرف أسماءه؟ كيف تعبد ربا لا تعرف الكمال في أفعاله؟ ولكن إذا عرفت ربك هبته وخفته وأحببته وأقبلت عليه كما هو الشأن، ففروا إلى الله. ومعلوم أن كل من خاف من شيء هرب منه إلا الله، فإن من خاف من الله هرب إليه، لأنه الرحمن الرحيم، لأنه لا يرد مقبلا عليه ولا يخيب سائلا قصده. معرفة الله بأسمائه الحسنى وبصفاته المثلى، من أجل أن تكون مقدرا ربك حق قدره، ومن أجل أن تكون عابدا مولاك كما ينبغي أن تعبده. ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم بسنته وسيرته وأخلاقه وحليته، أعني خلقه وما خلقه الله تعالى عليه من كمال الصورة وملاحة الطلعة إلى غير ذلك من كمال الخلق وتمامه وسوائه، وما آتاه الله رب العالمين من الخلق العظيم. ولا يستقيم لك إيمان ولا يتم حتى تحبه، والناس أعداء ما جهلوا. فإذا لم تكن محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما عرفته، وإذا لم تعرفه فكيف تحبه وكيف تطيعه وكيف تتابعه وكيف تدافع عنه وكيف تجاهد عن دينه وكيف تكون آخذا بما أمرك به منتهيا عما نهاك عنه. معرفة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن عبد الله بن هشام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي يوما ويدعو عمر بن الخطاب في يده، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يكون ذلك حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: الآن يا رسول الله. قال: الآن يا عمر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي يوما ويد ابن الخطاب في يده، فأحس عمر رضي الله عنه بإقبال النبي صلى الله عليه وسلم وبشفقته وعطفه، فجاشت نفسه، وأراد رضي الله عنه أن يعبر عما يحسه تجاه نبيه صلى الله عليه وسلم ونحو رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن بصراحته المعهودة، لا يتجمل ولا يتزيد ولا يتزين، فأخبر بالصدق الذي هو حري بالإخبار به، ونطق بالحق الذي هو حري بالنطق به، فقال: يا رسول الله، والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. ولا يلام أولا، فهذا أمر جبلي، فالناس مفطورون على حب ذواتهم، على محبة نفوسهم، على تقديم محبتهم لنفوسهم وذواتهم على جميع المحال.
ولكن إذا جاء الشرع فجعل ذلك مؤخرا فلا بد أن يتأخر، وهو ما كان. فلما راجعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. قال: الآن يا رسول الله. قال: الآن يا عمر، عرفت فالتزمت. فأتى بالواجب عليه. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصول من والده، فذكر الأصول وذكر الفروع وولده، وذكر الحواشي من أصحابه وزوجه وأنسبائه ومعارفه وأحبائه خارج الإطار الرحمي أو داخله. وأما الأصول والفروع فنص عليها أولا: لا يؤمن أحدكم إيمانا صحيحا متقبلا تاما كاملا حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. واليوم يسأل المسلم نفسه: رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من نفسي، فضلا عن والدي وولدي، فضلا عن صاحبتي وزوجتي، فضلا عن أصدقائي وخلاني وندماي. سل نفسك وأجب عن نفسك بنفسك، والله المستعان. معرفة الله عز وجل ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ودين الإسلام مبني على القواعد التي ذكرها الله في كتابه وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته وبيانه وخطابه. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. الإسلام ما هو؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، أن تكون موحدا كما أراد ربك أن تكون، ألا يأخذك شيء من الشرك وألا تأخذ بشيء من الشرك، أن يكون قلبك موحدا نظيفا، وأن تكون نفسك موحدة نظيفة، وأن يكون عقلك خاليا من التصورات الشركية والبدعية، وخاليا من كل ما يمكن أن يكون مضادا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الاستسلام لله بالتوحيد، فلا تعبد إلا الله، لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، فتصرف جميع ألوان العبادات من ظاهر وباطن لله رب العالمين، ولا تتقدم في قلبك محبة ولا مودة ولا رجاء ولا خوف ولا إنابة ولا غير ذلك من عبادات القلوب. لا يتقدم في قلبك شيء من ذلك على ما هو لله رب العالمين علام الغيوب وستير العيوب، وإنما يأتي ما يأتي تبعا حتى ما يتعلق بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها تابعة لمحبة الله جل وعلا، ومحبة الله هي الأصل الأصيل. ثم يأتي بعد ذلك ما أمر الله رب العالمين بمحبته والإقبال عليه ومودته من محبة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته وطاعة الوالدين وطاعة أولي الأمر. كل ذلك يكون في المعروف وبالمعروف، لا يلحقه أمر يخالف ما جاء به دين الله جل وعلا. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، وهذا لا بد منه في الإيمان، لأنه لا يصح إيمان عبد يدعي أن قلبه قد عمر بالإيمان وأما ظاهره فلا ينطبق على باطنه، لأن الله جعل التلازم بين الظاهر والباطن من أصول الإيمان في هذا الدين العظيم. لا بد من صلاح القلب، وصلاح القلب لا بد أن يثمر صلاح الجوارح واستقامة اللسان والانقياد له بالطاعة. ما أمر به
يؤتمر به، وما نهى عنه ينتهى عنه، وطاعة رسول الله من طاعته. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فلا بد من تحقيق ذلك في الوجود حتى يكون الإنسان آتيا بدين الإسلام العظيم والخلوص والبراءة من الشرك وأهله، ولاء وبراء في دين الله جل وعلا. وكيف يستقيم في قلب محبة الله ومحبة أعدائه، ومودة النبي صلى الله عليه وسلم، ومودة المؤمنين مع مودة الكفار والمشركين؟ كيف يستقيم ذلك في العقل فضلا عن استقامته في الدين؟ معرفة الله عز وجل، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، لأنه لا يصلح في أمور الاعتقاد تقليد. وأما ما يكون من العوام مع الاعتقاد الثابت الجازم وما لا يخون عليه من معرفة الأدلة فهذا متقبل منهم لا يراجعون فيه. العلم عباد الله ميز الله به كلبا على كلب، فالكلب المعلم إذا أمسك على صاحبه الصيدة ولو لفف عليه أكل منه، والكلب الجاهل لو أمسكه على صاحبه لجهله يرد ما أتى به ولا يلتفت إليه، بل هو ميتة حقيرة. والذي ميز هذا من هذا العلم تعلمونهن مما علمكم الله، فيكون الكلب معلما مما علمك الله تعلمه، فيرتقي على جنسه من الكلاب وهي حقيرة. العلم عباد الله معرفة الله جل وعلا، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، والعمل به، لأن العمل إذا تخلف عن العلم فهو النفاق والرياء. والفجوة التي بين العلم والعمل لا تردم إلا بالنفاق والرياء. والذين يعلمون ولا يعملون يحاسبون يوم القيامة قبل الذين لم يعلموا، لأن الذي علم ولم يعمل أقام على نفسه الحجة، فلا حجة له عند الله جل وعلا. والعمل به والدعوة إليه، فإذا علم وعمل دعا إلى الله جل وعلا، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وله في النبي الأسوة الحسنة. كان يدور على الناس في منتدياتهم وفي مجامعهم وفي أسواقهم يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داع إلى الله جل وعلا، ووظيفته الدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله أشرف الوظائف وأكملها، لا تعلوها وظيفة، لا من ملك ولا جاه ولا من منصب ولا غيره، وإنما هي أعلى الوظائف لأنها وظيفة الأنبياء. فالله أرسل الأنبياء والمرسلين داعين إلى الله رب العالمين. العلم والعمل به والدعوة إليه، ولا بد من أن يصل إلى الداعي الأذى. وفي الناس شر لا يعلمه إلا الله، والنفوس منطوية على الأحقاد والأحساد والبغضاء والكراهية، لم تخلص ولم تهذب ولم تصفى، لأنها لا تخلص ولا تصفى ولا تهذب إلا بالدين. والقوم جهال لا يعرفون من دين الله تبارك وتعالى ما يهذب النفوس، ولا ما يصفي الأرواح، ولا ما ينقي الضمائر، فتكون ردود أفعالهم على قدر حماقاتهم وجهلهم، فيصل الأذى إلى داعيهم إلى الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت قريش أن تعتدي عليه، وقام أبو بكر رضوان الله عليه في مقام الصدق يدفع عنه، وهم يضربونه بالنعال على وجهه حتى ورم وجهه واختلطت ملامحه، ثم دخل بعد ذلك في الغشية، في الإغماءة، في الغيبوبة، فلم يستفق إلا في المساء. فلما أفاق قال: ما صنع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يقر على قرار حتى خرج به
يهادى بين امرأتين من نسائه حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ما ذنبه؟ ما جريرته؟ ما الذي أساء به إليكم واعتدى به عليكم؟ إنه يحافظ عليكم على كرامتكم التي جعلها الله محفوظة بالدين وجعلها مهدرة بالبعد عن الدين. ما ذنبه وهو يقول ربي الله، يعبد الله ويوحده ويريدكم على توحيده وعبادته؟ فلا بد أن يصل إلى الداعي الأذى والصبر على الأذى فيه. يا بني، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وتواصوا بالصبر. لا بد من الأذى في الدعوة إلى الله، فيكون ماذا؟ فيكون العفو والصفح، ويعامل المرء ما يصل إليه من أذى الخلق كما يعامل الحر والبرد، كما يعامل ظواهر هذا الكون التي أجراها الله على خلقه في أرضه وما يصنع لها. والموعد الله، والله تبارك وتعالى هو الملك الحق المبين، ينصب الموازين ويؤتي كل ذي حق حقه وينتصف للمظلوم من ظالمه على رؤوس الأشهاد تشهيرا بالظالمين الذين يحشرون ولو تكبروا كأمثال الذر تطأهم أقدام الخلق في عرصات القيامة حقيرين دليلين كالجعل، وهو الدويبة المعروفة التي تتغذى على القاذورات وعلى الفضلات، كالجعل الذي يدهده الخرأب فيه. ما يكونون ومن يكونون ليسوا بشيء، لا دنيا ولا آخرة، فإن قيمة المرء في فضائله، قيمتك في قيمك وفضائلك ومثلك، فيما حققته من ذلك في نفسك وقلبك وضميرك. ليست قيمتك في شيء آخر، وكل ذلك في دين الله جل وعلا وحده. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: إن في القرآن سورة لو أخذ بها الناس لوسعتهم، والعصر إن الإنسان لفي خسر السورة. وقد صدق رحمه الله رحمة واسعة، ذلك أن كمال الإنسان، أن كمال العنصر البشري في أمرين: في تكميل نفسه ثم في تكميل غيره. وتكميل نفسك بالعلم النافع والعمل الصالح، وتكميل غيرك بدعوته إلى الله وبالصبر على أذاه. فإذا أتيت بهذه الأمور الأربعة فقد كملت نفسك وكملت غيرك، فكنت في أسنى المراتب وأعلاها وأشرفها. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيح في كتاب العلم منه: باب العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فهذا دليله على ترجمته لهذا الباب في كتاب العلم من صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. إياك أن تعمل بغير علم، لأن من عمل بغير علم ابتدع في دين الله ما ليس منه، والبدعة مشؤوم من أتى بها، وهي مردودة على صاحبها. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود عليه مع ما يلحقه من العقاب والعذاب على ما ابتدع في دين الله، لأنه يشرع من دون الله جل وعلا، ويأتي بما لم ينزل الله به سلطانا، لا في كتاب ولا في سنة. باب العلم قبل القول والعمل، فرجع الأمر إلى طلب العلم الصحيح. قال الله قال رسوله، وهذا هو العلم الذي مدحه الله تعالى في كتابه.
ومدحه الرسول صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالهذيان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالهذيان، وإنما هو بالاستقامة على الدليل من الكتاب والسنة، وما أجمعت عليه الأمة وما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، لقد أنعم الله عليكم بأن جعلكم مسلمين، فكم من الملحدين والوثنيين والكافرين الذين لم يعرفوا الله رب العالمين ولم يهتدوا إلى دين الإسلام العظيم، بل إنهم يحاربونه ويحاربون نبيه ويحاربون كتابه. فأين شكر ربكم على نعمة الإسلام العظيم؟ أو يحس المسلم أنه أنعم عليه بهذه النعمة العظيمة؟ أيحسها نعمة؟ أفكر يوما في أن الله أنعم عليه بأن جعله مسلما وهداه إلى الحق وإلى الصراط المستقيم بغير ملك منه ولا حول ولا قوة ولا إقبال ولا طول، وإنما هي محض النعمة. اختصك واصطفاك وجعلك من عباده المسلمين. فهل عرفت لله قدر نعمته؟ وهل شكرت الله تبارك وتعالى على ذلك؟ وهل دعوت إلى دين الله رب العالمين وهو من تمام شكران نعمة الله رب العالمين؟ وصبرت على الأذى في ذلك؟ والصبر ألا تعترض على المقدور بالقلب باطنا، وألا تبدي ذلك باللسان ظاهرا، وأن تمسك الجوارح عن الخروج على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشكر في المقابل أن تعترف بالنعمة باطنة، وأن تلهج باللسان على المنعم بها عليك نطقا ظاهرا، وأن تصرف النعمة في مرضاة الذي أسداها إليك وأنعم بها عليك. فهذه أجل نعمة وأعظم منة، وهي نعمة الإسلام ومنته. فأين شكرها؟ وأين صرفتها؟ وهل علمت أصلا أنها نعمة حتى يشكر الله تبارك وتعالى عليها؟ إننا نعيش في زمان تهتز فيه الأركان والدعائم والثوابت وأنتخ فيه الرويبضة، حتى إنك لا تسمع ويقول المرء ليت أمي لم تلدني، ليتني مت قبله وكنت ناسيا منسيا. تسمع من يقول إنه صار يستحي أن يقول إنه مسلم، ومن يقول إن في القرآن المجيد آيات تحض على الإرهاب وتدعو إلى الكراهية والعنف. احذفوها، اضربوا عليها، إلى الله المشتكى. فهذه النعمة العظيمة ينبغي عليكم أن تقدروها قدرها. دين الإسلام دين العدل، دين السماحة، دين الفضيلة، دين الأخلاق الحسنة، دين العفة، دين العفاف، دين الاستقامة، دين طهارة الظاهر والباطن، دين الإسلام العظيم، دين المصلحة ظاهرة وباطنة. والمصلحة أنها وجدت المصلحة وجد شرع الله جل وعلا. فالإسلام مصالح كله، ليس فيه مفسدة، بل إن الله تبارك وتعالى شرع الدين من أجل سوق المصالح للخلق في الأرض، دينية ودنيوية، لأن الدين كله مصالح، يحقق المصالح وينفي المفاسد أو يقللها، ويأتي بالمصالح أو يقويها ويعززها. وهذا مما هو من منافع وفوائد ودلائل وعلائم دين الإسلام العظيم، أن جعل للمسلمين بعقب العبادة القوية الفاعلة
التي تشق على النفس ظاهرة وتريح النفس والقلب والفؤاد باطنا، أن شرع لهم يوما أو أياما يفرحون فيه أو فيها بنعمة الله جل وعلا عليهم. فبعقب الصيام توج الله رب العالمين شهر الصيام، وافتتح شهر الحج إلى بيت الله الحرام، وهو شهر شوال أول شهور الحج من العام، فتوج بهذا اليوم، يوم عيد الفطر، الصيام وشهره، وافتتح الحج إلى بيته الحرام وبدأ بشهره. فهذا يوم يفرح فيه المسلم لا بثوبه الجديد ولا بالمواضعات التي تواضع عليها الخلق، وإنما يفرح بالطاعة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والفرح لا يكون إلا بما يرضي الله رب العالمين. وأما الذي يفرح بالمعصية فهذا شيطان رجيم يرضي الشيطان ويغضب الرحمن. فهذا يوم عظيم جعله الله رب العالمين يوم فرح وبهجة، واعتاد الناس فيه على صلة الرحم والبذل والجود والسماحة والعطاء، وهي عادات حسنة لأنها راجعة إلى دين الإسلام العظيم ومصالحه، ولكن بما يرضي الله جل وعلا. فلا اختلاط بين الرجال والنساء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك في خطبة العيد، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس وقد وجدوا بعد، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، وهي كناية عن بعدهن عن جنة الخلد، كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان من عادته بعد خطبة العيد أن يتوجه إلى النساء يقول: يا معشر النساء تصدقن، فإني طلعت في النار فوجدت أكثر أهلها النساء. فقالت امرأة منهن: يا رسول الله ولم ذلك؟ قال: يكثرن اللعن ويكفرن العشير. يكثرن اللعن، لا ينضبطن في ألسنتهن ومنطقهن، وقل أن تجد امرأة انضبط لسانها. لما؟ لأن انضباط اللسان فرع عن انضباط القلب، وذلك عزيز في الرجال فضلا عن النساء. يكثرن اللعن ويكفرن العشير، وهذا فاش متفش في النساء، وخاصة في هذا الزمان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لو أحسن إلى امرأته 40 عاما ثم أساء إليها مرة واحدة، والوصف بواحدة دلالة على أنه لم يسئ طوال 40 سنة ولا مرة. إذا أحسن إلى امرأته 40 سنة ثم أساء إليها مرة واحدة، قالت: ما وجدت منك إحسانا قط. خلق النساء إذا عرفت أرحت واسترحت، وتقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الخيبة التي لا تعدلها خيبة أن ينسرح خلق النساء على الرجال، فلا يعرف أحد لأحد معروفا، ولا يقر أحد لأحد بفضل، وإنما هو الجحود، جحود النساء في الرجال. وأمر عجيب، حتى إنك ربما وجدت من النساء من لا تجحد، ولا تجد في الرجال من لا يجحد ولا ينهش يدك التي تمدها إليه، لأنك إذا مددت إليه يدك بالمعروف قضمها، ثم تطلع إلى بقية ذراعك من أجل أن يلتهمه
حتى إنك لا تجد إلا من تمد إليه يدك ليكفر بمعروفك ويقع في عرضك ويصلك منه الأذى كل الأذى. ولكن والصبر على الأذى فيه. من يكون هؤلاء؟ لن يكونوا شيئا، لأن قيمتك في مثلك وقيمك، ومن طوى عليه قلبك. وكما قلت لكم قديما، ينبغي عليك أن تجتهد في الوصول إلى غاية بعينها، وهي أن تقول إن العلم الذي أحمله يستطيع كل أحد أن يحمله، ولكن القلب الذي أحمله ليس لغيري أن يحمله. إن العلم الذي أحمله يستطيع كل أحد أن يحمله، ولكن القلب الذي أحمله لا يتسنى لأحد أن يحمله. إذا امتلأ قلبك بالقيم الفاضلة والمثل العالية من توحيد الله ومحبة الله ورسوله ومحبة الصحابة رضي الله عنهم والصالحين، وامتلأ بالمحبة والعطف والشفقة والإنابة والخشوع، وخلا من الحسد والحقد والغل على المسلمين، بل على جمادات هذا الكون، لأن كثيرا من الخلق كأنما صيغت مادة خلقه من الحقد وحده، فلا يتحرك إلا بقوة الحقد، لو فقده مات تماما كالجعل، لو حجبت عنه القاذورات مات، لأنها مادة حياته. فكذلك الذين يقتاتون ويغتدون على فضلات الأخلاق ورجيعها، ولا يعرفون مثلا ولا قيما، ولا يتطلعون إلى أفق مضيء، وإنما هم في الوحل يعيشون وفيه يرتعون. إلى متى؟ ألا من وقفة يقفها الإنسان مع نفسه؟ وكم كان معنا قبل في مثل هذا اليوم من حبيب، فصار تحت الثرى غريبا فريدا لا تجده، وربما إذا ما تحايلت على الذاكرة لم تثبت له صورة، ذهب ولن يعود. والموعد الله، كم كان معنا ثم ذهب، وكم ممن هو معنا وسيذهب. ترى من يكون الذي يذهب؟ هل عند أحد من الله عهد ووعد بأن يبقى ويعيش، وأن يبقى إذا كان عايشا على الإيمان واليقين؟ أليس واردا أن يضل الضلال المبين وأن يصير كافرا ملحدا؟ وما أكثر الذين كانوا كذلك، بل ما أكثر الذين دافعوا عن دين الإسلام العظيم وكتبوا كتابات مشرقة شهد لهم فيها بالإتقان والإجابة والتفوق، ثم صاروا ملحدين. وابحث عن عبد الله القصيمي، ذلك الشيطان الرجيم الذي كتب فيه الرد على الوثنيين وعلى الملحدين كتابة رائقة شهد له أهل العلم والفضل بتفوقها وبجودتها وحسنها، ثم كتب بعد ذلك يطعن في دين الإسلام العظيم، وطال تطاوله رب العزة، وتعدى على النبي الأمين، بل أنكره وأنكر النبوة، وقرر في كتابه على لسان شيطانه وبنانه أن الإسلام هو سبب الرجعية والتخلف والانحطاط والمذلة والهوان التي تعاني منها الأقطار الإسلامية. ومعلوم أنه لم يحتفل ويحتفي بكتابه إلا شياطين الإنس والجن، ولكن العبرة ما زالت قائمة. رجل يدافع عن الدين وفي قلبه دسيسة أظهرها الله رب العالمين بعد، فصار يحارب الدين في أصله ويعتدي على رب العزة وعلى النبي الكريم وعلى القرآن المجيد وعلى الممالك الإسلامية كلها، بل إنه اعتدى على الدين في أصله ونفى أن يكون وحي وأن تكون رسالة، فصار ملحدا ينكر وجود الرب جل وعلا. وكان قبله يدافع عن الله وعن الرسول والقرآن وعن الدين والوحي.
عند أحد منكم صك وبراءة أن يموت مسلما، لماذا لا تخافوا؟ إني والله لا أعجب العجب كله من نفسي ومنكم. لماذا لا نخاف؟ عندنا براءة أن نظل على الهدى والاستقامة والصراط المستقيم حتى نلقى الله رب العالمين. ألا نعتقد اعتقادا جازما يقينيا أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأن الذين كانوا من قبلنا من الصالحين كانوا يخافون أن يموت الواحد منهم كافرا وألا يثبت عند النزع، وأن يأتيه شيطانه حتى يحيد عن الصراط المستقيم. وربما أصاب رجلا منا مرض يؤلمه فلم يصبر على ألمه وفاه في آخر عمره بسب ربه وسب دينه وسب نبيه، لأنه لا يصبر على ما ابتلي به. عباد الله، إن الأمر جد لا هزل فيه، تذكروا بهذا الجمع جمعكم بين يدي ربكم جل وعلا يوم القيامة، يوم يحشركم إليه ويحاسبكم على الصغير والكبير، على ما أسررتم وما أعلنتم، على ما أضمرتم وما أظهرتم، والحساب عنده بمثاقيل الذر، ولا يظلم ربك أحدا. أكثروا من ذكر ربكم وصوموا 6 من شوال كما أرشدكم إلى ذلك نبيكم، وداوموا على تلاوة القرآن وقيام الليل والصدقة والجود بإخلاص ويقين وإقبال على الله رب العالمين. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يأخذ بيد أمتنا حتى يقيمها على الجادة المستقيمة التي لا عوج فيها ولا أمن، وأن يصلح شأننا وشأن المسلمين، وأن يذل الكافرين والمشركين وأعداء الدين، وأن يحسن ختامنا أجمعين. تقبل الله تعالى منا ومنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.